فعندي كواليس مهمه دلوقتي، ركز معايا عشان هحكي لك بتفاصيل غايه في الاهميه. تفاصيل غايه في الاهميه. قال لك ان احنا قدمنا عرض ليوسف اسامه، وعدناه ان احنا هنخلص موضوعه مع بيراميدز، واحنا طبعا لو تفتكروا حضراتكم يعني انفردنا موضوع توقيع يوسف لبيراميدز واقترابه لبيراميدز ده من زمان قوي، يعني من زمان جدا. تمام. واحنا هنخلص لك موضوع بيراميدز ووقع بس وامضي ومش عارف ايه، والقصه هتمشي كذا والقصه هتمشي مش عارف ايه. ده كلام الكابتن عبد الواحد السيد، وان اللاعب رفض التوقيع، ورغم ان احنا عرضنا ان احنا هنتكفل بالمستحقات اللي عليه لبيراميدز بعد توقيعه خلال الفتره الماضيه. فلما عرف اوسيريو ان يوسف اسامه مش عايز يوقع، وبالتالي هو ذهنه مشتت ورايح نادي تاني، فقال لك لا انت خارج حساباتي. ده قبل اخر خبر من شويه ان تم ايه؟ تم اعطاء يوسف اسامه اجازه لمده 48 ساعه، وبعد كده يشوفوا هيعملوا ايه. لكن انا بقول لحضراتكم ان القصه خلصانه ومحسومه، وان يوسف اسامه مش هيقعد في نادي الزمالك، وهو مضى في بيراميدز وخد كمان فلوس كويسه جدا. لكن حقيقه الوضع ايه بقى؟ حقيقه الوضع ايه؟ لان الجزئيه دي غايه في الاهميه. نادي الزمالك، وانا هنا لما هتكلم معاك في الكواليس دي انا جايبها من مصدر مقرب جدا، بل مقرب جدا جدا من يوسف اسامه. معايا. الموضوع كله ان نادي الزمالك ما اتكلمش مع يوسف غير لما عرف انه خلاص طار لبيراميدز، انه رايح بيراميدز. فجم قالوا له تعالى يا يوسف نقعد نتكلم، احنا دلوقتي عايزينك تجدد. قال لهم ماشي. وبعدين قالوا له احنا بنتفاوض على التجديد معاك ونقعد ونتكلم وكلام من ده وبتاع. قال لهم يا جماعه انا ما عنديش مشكله ان انا اجدد، ما عنديش مشكله ان احنا نقعد ونتكلم. وانا هقول لك بالاسماء. الكلام كان من خلال الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره، والكابتن احمد حسام ميدو، ممكن تكون بصفته عضو في اللجنه الفنيه طبقا للصوره اللي احنا شفناها قبل كده. تمام. الله اعلم الصفه بالظبط بتاعت الكابتن احمد حسام ميدو ايه، لكن يبقى في الاول في الاخر كابتن احمد حسام ميدو نجم كبير من نجوم نادي الزمالك وواحد عاشق لناديه، فهو تدخل في الموضوع ده وتواصل مع يوسف ووالده الكابتن الكبير كابتن اسامه نبيه. فبالتالي هم توقعوا ان يوسف هيرد يقول ايه؟ يقول لا انا مش هجدد، انا خلاص رايح لبيراميدز. هم توقعوا كده. لكن كان رد يوسف رد مفاجئ جدا للكابتن عبد الواحد السيد. وقبل ما اكمل لكم الحته دي، قرار ابعاد يوسف اسامه نبيه عن المشاركه في تدريبات نادي الزمالك واستبعاده من مباراه اسوان ده قرار مين؟ المشرف العام على الكره امير مرتضى منصور. هتقول لي الله هو مش استقال يوم الخميس؟ هقول لك بصراحه اللي احنا نعرفه ان هو استقال. طب هو ايه دوره؟ الله اعلم. ممكن هيرجع في الاستقاله، هيكمل، دي حاجه بقى جوانب اداريه انا مش يعني ما عنديش كواليس كامله فيها، لان الرؤيه بشكل عام هتتضح خلال الايام القليله جدا المقبله. لكن خلينا في موقف اللاعب نفسه. فكان الرد الصادم او مش الصادم، الرد المفاجئ للكابتن عبد الواحد السيد، وانا بقول لك كواليس بالظبط حصلت. قال له طيب، ده كلام يوسف، قال له طيب انا اجدد، اقعد مع مين عشان اجدد؟ في مجلس اقعد معاه؟ في حد يضمن لي الجوانب الماليه اللي احنا هنتكلم فيها؟ في حد يتعهد بمثل هذه الامور؟ في حد ممثل عن مجلس اداره نادي الزمالك اقعد واوقع معاه؟ فكان الرد ان مفيش رد، هشوف وارجع لك. ومحدش رجع ليوسف لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض دلوقتي. ممكن خلال الساعات القادمه حد يرجع ليوسف ويرجع لوالده يتكلم معاه يقول له خلاص احنا دلوقتي ممثل مجلس اداره نادي الزمالك اللي احنا المفروض مش عارفين هو مين، او المجلس موجود ولا مش موجود، او استقاله. بالمناسبه الاستقالات كلها ما فيش حاجه رسمي راحت للوزاره بالمناسبه، واتكلمنا في الحته دي، فايا كان ايه الوضع. تمام. فهنرد عليك ونقول لك كذا كذا كذا، ممكن يحصل ده خلال ساعات، لكن لحد اللحظه دي ما فيش اي رد استقبله يوسف اسامه من الكابتن عبد الواحد السيد. وانا بتكلم معاك دغري وبالاسماء على طول زي ما انت متعود مني يعني. فده كان الرد اللي خلى مسؤولي نادي الزمالك مش عارفين يقولوا ليوسف ايه، لان هو بيتكلم في حقوق. طيب طلب يوسف، قال لهم يا جماعه طيب انتوا عايزين نعمل ايه يعني؟ قالوا له طب هقول لك على فكره حلوه يا يوسف. تمام، تعالى وامضي على العقد الجديد.
قال لهم اللي هو ايه العقد الجديد؟ قالوا لا انت هتمضي طرف تاني بس. يعني طب والباقي ايه التفاصيل ايه؟ حتى لو اتكلموا معاه في بعض الامور الماليه لكن مش هتتكتب في العقد لحد ما الرؤيه تتضح اداريا. فقالوا له لا انت هتمضي على البياض على بياض. فطبعا يا جماعه بصوا بقى عشان نيجي دغري مع بعض من الاخر يعني، اي لعيب في الاهلي، اي لعيب في الزمالك، اي لعيب في اي نادي في الدنيا دلوقتي يجي يقول لك